وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله حلقه جديده من حلقات KG1 مطبخ، وهنعمل فيها المكرونه بالبشاميل، بس هنجدد فيها شويه، مش هتبقى تقليديه، هنجدد في العصاج. عندنا دي مقادير العصاج. هنبتدي بيه ربع كيلو لحمه مفرومه، هنا ربع كيلو بصل او بصلتين متوسطين متقطعين مكعبات زي ما انتم شايفين كده، او في الكب عادي. هنا ربع كوب او 4 معالق كبيرة زيت، طماطمايه متوسطة متقطعة مكعبات، نص كوب مشروم، هنا المشروم ده معلب، ونص كوب فلفل الوان. ومعانا التوابل، هنا معلقة صغيرة ممسوحة ملح، وممكن تزيد او تقل على حسب انتوا تدوقوا وتشوفوا. هنا نص معلقة صغيرة بابريكا او الفلفل الحلو، هنا نص معلقة صغيرة بهارات لحم، هنا نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة او جافة، هنا نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، والبهارات تبقى حسب الرغبة. معانا حلة سخنة دلوقتي، هننزل ب4 معالق الزيت اللي انا قلت لكم عليهم كبار، وهننزل على طول بالبصل، وعليه رشة ملح. رشة الملح دي فايدتها ان بتخلي البصل يدبل بسرعة، وينزل المية بتاعته ويدبل بسرعة. هنا يا بنات زي ما انتم شايفين البصلة دبلت وخدت اللون الذهبي الفاتح الجميل اللي انتم شايفينه ده. هنبتدي ان شاء الله ننزل عليها باللحمة. ولو حسيت ان 4 معالق زيت قليلين والطاسة او الحلة ناشفة ما فيهاش زيت، ممكن تضيفوا معلقة كمان. اول ما ننزل باللحمة، شايفين انا بقلب ازاي بسن المعلقة، بحيث ان هي تفرول معانا وما تلزقش، يعني شايفين هي هنا ابتدت تمسك ازاي. لازم دلوقتي ازود لها معلقة زيت، واحنا بنقلب بس الاول كده علشان ما تمسكش، زي ما انا بقول لكم كده، تقليب بس تقطيع كده، بحيث ان هي ما تمسكش مع بعضها. نهدي النار سنه كده بقى في المرحله دي. تو ما اللون بتاعها غير كده، ادي معلقه الزيت، تو ما اللون يغير بالشكل ده، ننزل بباقي الخضار كله، اللي هو المشروم والفلفل الالوان والطماطم. الحشوه دي يا بنات جميله جدا واقتصاديه، هتعجبكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله الالوان دي كلها قيمه غذائيه، كل لون بيدي للجسم فايده معينه. مجرد بس هيدبل الخضار، ياخد ويدي مع بعضه كده، هيدبل بس، ونحط الملح والتوابل. لما نغطي عليه بنخليه يستوي، ياخد ويدي مع بعضه. دلوقتي ان شاء الله هو شايفين دلوقتي هنا ما بقاش فيه سوائل، معنى كده ان استوت وبقت تمام. هنحط التوابل زي ما انا قلت لكم، التوابل هنا عندي ومعلقه الملح الصغيره، وندوق لو عاوزين ملح زياده نزود، بس نخلي دايما واحنا بنحط الملح قليل، بيبقى احسن من ان احنا نحط ملح كتير وبعد كده مش هينفع ان احنا نصلح الاكل. انما لما يكون ملح قليل انا ممكن ادوق وازود. هي كده بقت تمام واستوت، وهطفي عليها. شايفين ما شاء الله الكميه دي كلها، الحشوه اقتصاديه جدا، الكميه دي كلها بربع كيلو لحمه بس، وان شاء الله هتعجبكم. وهطفي عليها دلوقتي،
وهنا زي ما انتم شايفين ان انا دلوقتي صفيتها في المصفى وعملتها 3/4 سوا ما تبقاش شي ولا حاجه. وكل واحده اهي شايفه كل واحده بوحدتها اهي. بنجيب هنا معلقتين زيت ونحطهم عليها ونقلب بالطريقه اللي انتم شايفينها كده، ونقلب كده بحيث النشا ما يخليهاش تلزق في بعضها. معلقتين الزيت بنحطهم في المرحله دي. حسيتي هتعملي ايه مثلا لو انتي حسيتي ان هي استوت مثلا زياده شويه في الميه المغليه، بتروحي مصفيها وحطها تحت الحنفيه وتروحي فاتحه الحنفيه عليها ميه ساقعه، بتخليها توقف التسويه بتاعتها. مرحله البشاميل دلوقتي المكونات معايا هنا. انا عامله البشاميل المره دي في كذا طريقه للبشاميل. انا هنا عامله البشاميل حاطه نص لتر لبن ونص لتر شرب، و5 معالق دقيق. هنا 5 معالق زيت او سمنه او زبده. انا هنا عامله اول 2 مع بعض. انا هنا عامله زيت وسمنه، 2 معلقه كبيره سمنه و3 معالق كبار زيت. وهنا معلقتين قشطه. القشطه دي بلدي، انا كنت عملتها قبل كده من الحليب الطازه، ودي اختياريه بس هي بتدي طعم جميل جدا للبشاميل. وممكن المعلبه لو مش متوفره، وممكن نستغنى عنها خالص، هي اختياريه. وهنا معايا 1 بيضه. وهنا التوابل، ربع معلقه صغيره بصل بودر، ربع معلقه صغيره ثوم بودر، ربع معلقه صغيره فلفل ابيض، رشه جوز الطيب. وهي دي جوز الطيب، انا حبيت ان انا اوريكم شكلها برضو للي ما يعرفهاش. هي بتبقى بالشكل ده، وبنبشرها بالمبشره الصغيره دي. بناخد رشه بس كده، ما نزودش منها عشان ما تغيرش الطعم. وان شاء الله ندخل على الطريقه. دلوقتي يا بنات اللي معانا حله انا مسخناها زي ما انتم شايفين، وهنزل بالسمنه والزيت. السمنه تسيح بس، بعد كده هنزل عليها بالدقيق. دلوقتي زي ما انتم شايفين معايا هي خدت اللون البيج الفاتح اللي انتم شايفينه ده، مش عاوزينه يغمق. انا بنزل هنا باللبن كله ونقلب. والبشاميل يا بنات بيتعمل بكذا طريقة، يعني بمعنى ان ممكن يتعمل بحليب بس، او ممكن يتعمل بحليب وشوربة زي ما احنا عاملين النهاردة، نص حليب ونص شوربة. المهم ان كل معلقة دقيق بتاخد قصادها معلقة زبدة او سمنة او زيت، وكوباية حليب او كوباية سائل، سواء شوربة على لبن او شوربة او لبن بس. فين الفقاعات دي؟ ده معناه ان البشاميل استوى معانا. برضه عشان نتأكد بنجيب معلقة وبنعمل فيها خط زي ما انتم شايفين كده. اليمتين ثابتين، الخط ما يبقوش على بعض. تمام، ده كده معناه ان البشاميل استوى معانا. دلوقتي هننزل بسرعة بالمعلقتين القشطة البلدي اللي انا قلت لكم عليهم، وهي بتبقى اختيارية زي ما انا قلت لكم في البداية. ونقلبهم كده، نص النار عليه بالتوابل. نص معلقة صغيرة فلفل ابيض، نص معلقة صغيرة بصل بودر، ثوم بودر، نص معلقة صغيرة ثوم بودر، رشة جوز الطيب. وهننزل بالملح وندوق. الملح احنا قلنا بالتدريج وندوق، بحيث ان الحاجة ما تبقاش ملحها زيادة معانا. هنا يا بنات البشاميل زي ما انتم شايفين خلص، وحطينا له التوابل وكل حاجة والملح. هنقلب فيها بس كده لحد ما البخار الزيادة ده يطلع، وبعد كده ننزل بالبيضة ونقلب على طول، بحيث عشان ان هي تدوب بسرعة في قلب البشاميل وتتجانس معاه. والبيضة هنا بتدي لون جميل جدا للبشاميل من على الوش، وبتدي طعم وقيمة غذائية. وكده خلاص، كده انتهينا من البشاميل. تجميع صينية المكرونة بالبشاميل دلوقتي ده العصاج زي ما انتم شايفين، والمكرونة والبشاميل.
شايفين ما شاء الله العصاج والالوان الجميله دي. دلوقتي انا عملت زي ما انا قلت لكم، دهنت الصينيه معلقه سمنه او زبده من تحت ومن الجوانب، وحطيت رق بشاميل صغير، وحطيت المكرونه. انا قلبتها المكرونه كلها في قلب المصفى. قلبت المكرونه كلها، حطيت عليها 3 معالق بشاميل. بعد كده فردت نص المكرونه وفردت العصاج. انا حطيت الرق التاني من المكرونه، وحطيت البشاميل، بقيه البشاميل، وعملت بيضايه برشه فلفل اسمر، وحطيتها على الوش. ضربتها الاول في طبق كده صغير، وبعد كده حطيتها على الوش عشان تدينا لون احمر وجميل. ممكن في كذا اختيار برضو، لو مش حابين البيض ممكن بتجيبي قطعة زبدة وتقطعيها صغير كده على وش الصينية كلها. هندخلها على درجة حرارة 180، وهتاخد ان شاء الله زي نص ساعة، لان كل حاجة فيها مستوية. هي بس هنخليها تاخد وش، وياخد كل حاجة تاخد وتدي مع بعضها في الفرن، ياخدوا من طعم بعض. هندخلها الفرن ان شاء الله وتشوفوها بعد ما تستوي. ودي يا بنات نتيجة المكرونة بعد ما خرجت من الفرن. ما شاء الله جميلة جدا. وانا يعني انتوا لو عاوزين تقطعوها وتبقى قطعة متماسكة، لازم بتسيبوها تبقى دافية، متبقاش سخنة، تبقى دافية بس. وبعد كده تقطعوا منها ان شاء الله. وانا هقطع لكم قطعة علشان تشوفوها من جوه. قطعة من جوه. شايفين الحشوة اللي انا عملتها دي جميلة جدا والله، ان شاء الله هتعجبكم انا واثقة. وزي ما انتم شايفين دي على فكرة انا قطعها لكم وهي لسه سخنة، بس ما شاء الله متماسكة وجميلة جدا. ان شاء الله هتبقى هتعجبكم باذن الله. وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لكي جي 1 مطبخ.